تعالى يا عم لما نشوف حوار الكوره. اللاعب بيخسرنا في فلوس، ده مش عارف صراحه نفضل نخسر لحد امتى. قول يا عم، احنا مصروفات السنه دي كام؟ مليار 373 مليون. انت بتهزر؟ يا نهار ابيض، ده احنا ركبنا الشلاح. طب ايراداتنا بقى كام؟ يعني احنا جبنا كام؟ الخساره قد ايه؟ ايه ده؟ ما تهزرش. احنا ايراداتنا مليار 418 مليون. ده احنا كسبانين. يا عم في حد بيكسب من الكوره؟ انت هتهزر. احنا كسبانين 45 مليون السنه دي. يا عم هنعوض بقى خسائر بقى السنه اللي فاتت بقى واللي قبلها وبتاع. اللي قبلها انا محقق ربح 68 مليون. طب بتهزر يا ابني وبتتكلم بجد؟ ايه ده؟ لا يا عم كلمني كده عم مهاب، كلمني عم مهاب كده، هو اللي هيعرف يجيب لنا من الاخر. كلمني عم مهاب، خليه يبعت لنا كده الميزانيه عشان نشوف الحوار ده، عشان مش مصدق بصراحه. ايه ده يا عم مهاب؟ ده احنا طلعنا بنكسب. ايه ده؟ يعني النادي الاهلي السنه دي كسب 45 مليون والسنه اللي فاتت كسب 68؟ ما الناس اللي عماله بتتكلم بتقول ان احنا بنخسر وان احنا رايحين في داهيه وعقود اللعيبه ومش عارف ايه. إيه طلعنا بنكسب في الاخر؟ امال هم ايه بقى؟ دول مش عارفين حتى يدفعوا الضرايب ولا الكهرباء، ده الدنيا عندهم خربانه خالص. بيقول لك الاهلي مش عارف بيجيب فلوسه منين. طب بص يا ابني الاهلي بيجيب فلوسه منين اهو يا عم. بص يا باشا، شوف النادي الاهلي بيكسب فلوسه منين. بص كل جنيه مكتوب في الميزانيه. انت بقى مش ذنبي بقى ان انت ما عندكش حاجه اسمها ميزانيه اصلا، ده مش حتتي انا خالص. انت يا باشا خليك في حتتك وحاول تشوف بس مرتبات للعيبه، جمع لهم كده 30 40 الف جنيه سكتهم بيهم. ما تتكلمش عن النادي الاهلي تاني. يلا حبيبي.